السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في احسن حال. نبداو على بركه الله ونقول بسم الله. القضيه ديال هذا النهار من اكثر القضايا اللي غادي تصدمكم، واللي باقي الناس لهذا النهار وهما كيعاودوا عليها وكيهضروا عليها. كل شيء تصدم من هذا الشخص اللي دار هذه الجريمه. وفي هذه القصة غنعاود لكم على قصة الشقراء الشيطانة. تابعوا معايا قصة حتى التالي باش تعرفوا شكون هذه الشيطانة. نبداو مع سوزان فورنيتشر، مواليد نوفمبر 1983. ولدت في منطقة سان باولو البرازيل. كانت عايشة في عائلة مكونة من الأب مهندس ألماني وأمها طبيبة نفسية برازيلية، ولكن أصولها لبنانية. وكان عندها أخوها في عمره 4 سنين، مواليد 1987. حياتهم كانت رائعة وكانوا فرحانين وعايشين في رفاهية ومتفاهمين مع بعضياتهم وما عندهم حتى شي مشكل. سوزان قرأت في الثانوية في ألمانيا وكانت متفوقة في دراستها، ومن بعد مشات للجامعة باش تقرأ الحقوق. كلهم كانوا كيفتخروا بها، وكانت دائما مميزة في صف ديالها. فجأة غيتبدل كل شيء في ديك العائلة. في سنة 1999 سوزان بدأت تتعلم رياضة برازيلية سميتها جوسيسكو. وفي النادي اللي كانت فيه تعرفت على واحد الشاب سميتو دانييل كيرفر. في الأول بدأت علاقتهم كأصدقاء فقط، تتمشي للنادي، كتسلم عليه، كتهضر معاه. من بعد تبادلوا الأرقام وتطورت علاقتهم، ولاو هو الحبيب ديالها وهو البورفراند ديالها كيف كيقولوا. قالتها لدارهم وما كان عندهم في الاول حتى شي مانع انها تكون صديقته. راكم عارفين الاجانب عندهم كل شي عادي، ماشي بحالنا حنايا. حنا محترمين والحمد لله عندنا الدين ديالنا الاسلامي وكناخدو به. المهم هما ما عندهمش مشكل في ان الولد يتصاحب مع البنت او انه حتى يجي عندها للدار، ولكن باها منين سول عليه لقاه انه انسان ما مزيانش وما صالحش وتيتعاطى المخدرات، وزيد انه ما خدامش ولا تيقرا، يعني من الاخر ما يصالحش ليها وسيء السمعه، ومن جميع النواحي ما غتستفد به حتى شي حاجه. هضرات الام ديالها مع البنت وقالت ليها بعدي منه، وراه هاد الانسان ما يصلح لكش. ولكن سوزان رفضات، وراكم عارفين المراهقه وسنها. قالت لهم هو مناش نخلق وما غاديش نبعد عليه نهائيا. فعوض ما تبعد منه زادت علاقتها، تربطت معاه، ولاو كيتلاقاو اكثر من الاول وكيهضروا بزاف في التليفون. وبدا الصداع والمشاكل بين الاهل والبنت دائما كل نهار نقير، وبدا الصداع اكثر من الاول كيتفاقم. وبقات البنت دائما كتضايق ودائما خارجه من الدار. بقى الوضع هكا حتى 2002. في هذا الشهر الام والاب ديال سوزان خداو اجازه وسافروا يبدلوا الجو ديالهم. وفي هذا الوقت سوزان جا عندها دانييل، سكن معاها شهر كامل حتى رجعوا دارهم. عاش معاها بحال الا كان راجلها. خلال هذا الشهر اللي جلس معاها كي قلت لكم ما خلى باش بلاها، من مخدرات للشراب الفساد، وهي بنت 18 عام هكاك، مازال ما كملش حتى 19 عام. فاش رجعوا عائلتها زادوا المشاكل بين سوزان وعائلتها، حيت ولات تطلب منهم يشريوا ليها دار باش تسكن هي ودانييل فيها. وطبعا كانوا تيقولوا لها لا، سيري انتي تخدمي وتجيبي الفلوس وديك الساعه تشري دار راسك بفلوسك. هادشي كان دائما كيزعجها، ودائما كانت تتدمر من الهضره ديال والديها وما كيعجبهاش الحال. وهذا الشيء اللي خلى سوزان انها تحقد عليهم وتعمر قلبها بالغل. بقات هكاك
دائما كتهضر بالخايب عليهم، ودائما كتعمر دانيال عليهم وتقول له عائلتي راه رافضينك وما باغيينكش، وعائلتي ديما كيقولوا عليك غير خايبه، وعائلتي هكا وهكا، وعائلتي دائما تيقولوا لي راه ديك السيد ما يصلحلكش. وهو تيجاوبها وكيقول لها خليهم يقولوا اللي بغاو، وخلينا حنا عايشين الحياة، ما سوقكش فيهم، دبر راسهم يقولوا شنو ما بغاو. بقاو هكا هي ودانيال، وبقات هي كيف العاده كيف قلت لكم صداع ونقير مع العائله، حتى لواحد النهار اللي هو نهار 31 اكتوبر 2002 بالضبط. في هذا النهار المشؤوم وبالضبط في الليل، سوزان خدات خوها الصغير وحطاتو في واحد الصالة الالعاب، قالتلو لعب مع اصدقائك حتى نرجع لك. ورجعت للدار هي ودانيال وفي راسها ان خطة جهنمية. رجعت هي ودانيال واستعن بخوه حتى هو عيطلو باش يعاونو، اللي كان سميتو كريستيان. كان عمر كريستيان ديك الساعات 26 عام، ودانيال كان ديك الساعات 24 عام. قبل ما يدخلوا للدار سبقاتهم سوزان وطلعات الفوق ومشات وطفات جميع أجهزة الإنذار ديال الدار وحتى الكاميرات. من بعد طلعت لبيت والديها تشوف واش ناعسين ولا فايقين. لقاتهم ناعسين حيت هما مولفين دائما تينعسوا بكري، حيت تيفيقوا بكري لخدمتهم. ملي لقاتهم ناعسين وتأكدت ان الكاميرات طافية، مشات عيطات لدانيال وكريستيان، وهي بقت جالسة بكل برود في الصالة لتحت. طلع كريستيان ودانيال الفوق ودخلوا الغرفة ديال باها وامها، وفي بالهم يصفيوها ليهم. خداو معاهم واحد العصا ديال الحديد. في الاول ضربوهم لراسهم بالعصا، ولكن ما ماتوش من الضربة، واخا العصا ثقيلة ما ماتوش سبحان الله. مشى دانيال للحمام وخدا واحد الفوطة وجابها معاه باش يخنق بها الاب. المهم بقى كيخنقوا وتصوروا خنقوا بواحد الطريقة خايبة حتى مات وتقطع له النفس. منين عرف انه مات بقات الام كتحاول تغوت مسكينة، واخا راه الضربة كانت في راسها وكان راسها كيسيل بالدم وحالتها حالة. ما حنش فيها، بقات كترغبو وتزاوقو وقالت له خذ الفلوس اللي بغيتي، ولكن قال لها انتي ما بغيتينيش وهذه هي التالية ديالك. خشالها راسها في السطل ديال الماء حتى تخنقات وماتت وهي مسكينة. اش غنقول لكم، هي حالتها حالة الدمايات في وسط ديك الماء ما تصوروش وجهها، ما تصوروش يعني الحالة اللي كانت فيها مسكينة والمعاناة اللي عاشت. من بعد ما تأكدوا انهم ماتوا، طلعت سوزان المجرمة المسخوطة العديمة الأخلاق، ما نعرفت شنو غنقول عليها، حيوان هذه وماشي إنسانة. تصوروا أن والديها ضيعوا عليها شبابهم وفناو عليها حياتهم، وهما تيقريو فيها وكبروا فيها وعيشوها في الرفاهية وعيشوها في حياة سعيدة، وكأطفال غيرها بزاف ما يحلموش بديك الحياة اللي عاشتها. وفي التالي غدراتهم بحال هكا ونسات ديكشي كامل اللي داروا عليها مسكينة مساكن. لا حول ولا قوة الا بالله، ديكشي اللي نقدر نقول. تصوروا بكل برود طلعت تشوف واش باها وامها عباد الله ماتوا، واش باها وامها اللي رباوها ماتوا. جابت لهم مجرمين من الزنقة يقتلوهم. من بعد مشاو خداو الفلوس كاملة اللي كانت في الكوفر ديال باها، وباها مسكين بقوة ما هو كان ظريف ومزيان ما كان تيخبي حتى شي حاجة على بنته، وراها حتى ان الكوفر والرقم ديالو. قال لها في احالة توقع لي شي حاجة خصك تكوني عارفة، انتي الكبيرة خصك تكوني عارفة الكود. المهم يا الغزالات خداو الفلوس ورونوا الدار واحد الروينة خايبة باش البوليس والشرطة يصحابهم راه غير شي شفار اللي دخل وسرق الدار، ورونوا ديكشي كامل باش ما يبقى حتى شي بصمة في مسرح الجريمة. المهم رونوا الدار مزيان كيف قلت لكم. المهم
ومشاو هربوا، خرجوا من الدار ولكن بالتلفة، وربي بغى يفضحوهم، نساو أهم الدلائل، وهو الدليل هو التليفون ديال دانييل ومسدس كان عند خوه، خلاوه فوق الطبلة وما عرفوش أنهم نساوه. مع 9 ديال الليل يا الغزالات، من بعد مشاو للفندق وحجزوا بسميتهم سوزان ودانييل. حجزوا باش يوهموا الشرطة لا قلبوا مراهم أنهم كانوا بايتين في الوطين. من بعد ساعتين مشات سوزان لعند خوها، خداتو ومشات للدار. غير دخلوا لقاو الروينة، مشى خوها كيجري الفوق ومشات حتى هي تبعاتو، وبقات مصدومة وكتغوت ربي اللي خلقها، زعما باش توهم أن أخوها أنها ما أول مرة كتشوف هذا المنظر، وهي كيف يقولوا اللي في راسها راه في راسها، القردة الماسخة. المهم عيطات للبوليس، جات الشرطة لعين المكان ودخلوا كيقلبوا. كيف قلت لكم لقاو الروينة في الدار، وطلعوا الفوق لقاو الجثة ديال امها وباها على الفراش، وفيهم الدم حيت مضروبين بديك الحديدة، ومساكن مخنوقين وحالتهم حالة. والحسن الحظ غير دخلوا بقاو كيشوفوا، مشاو كيقلبوا لقاو الكاميرات والأجهزة المراقبة مطفية. عرفوا وشكوا أنه ممكن يكون شي واحد من داخل البيت هو اللي دار هاد الجريمة. المهم حيت ما يمكنش تدوز على البوليس، وأي حاجة غادي يعرفوها. المهم بقاو كيحققوا مع سوزان، وحققوا مع خوها حتى هو، وقال لهم اخوها انه ولا سوزان انه ما عندهم حتى شي عداوه مع شي حد. المهم بقاو حاطين على سوزان وبحال الا شكوا فيها، حيت اصلا كاميرات الانذار والاجهزه المراقبه ما يمكنش تطفى الا من الداخل ماشي من برا، ضروري شي حد يطفيها من داخل الدار. المهم بقاو مراقبين سوزان عن بعد. واحد 3 ايام بعد وفاة والديها تصوروا انها مشات كتحتفل مع اصحابها بعيد ميلادها بكل برود، وعاد ملي كانوا كيحققوا معها كانت باردة بزاف وما بايناش انها متأثرة بموت والديها. من بعد وهما كيراقبوها لاحظوا انها كتلاقى بزاف بدانييل وخوه، وكيشريو بزاف ديال الحوايج ماركات غالية، وكيخسروا بزاف ديال الفلوس. اعتقلوهم ب3 وضغطوا عليهم بزاف، وقالوا لهم ضروري تقولوا لنا شكون اللي قتل فيكم هذا ولا انكم مشاركين. المهم عاودوا لنا الحقيقة. دانييل وخوه ما اعترفوش وما بغاوش يعترفوا، ولكن سوزان حيت كانت صغيرة وما عندهاش الخبرة اعترفت بسرعة ونهارت قدامهم وقالت لهم القصة كاملة. المهم من بعد اتهموهم بالقتل العمد بسابق الإصرار والترصد. القصة ديال سوزان انتشرت في البرازيل وكل الناس سيهضروا عليها باستغراب، حيث كانت عايشة كيف قلت لكم أحسن عيشة، تتقرا في أحسن المدارس، عائلتها ناس ظريفين ومزيانين. كل شيء استغرب من هذا الدافع التافه وراء قتل أب وأم أبرياء، يعني على ود رفضهم الحبيبة. وشكون هذا الحبيب؟ فاسد من زنقة، يعني إنسان تافه وفاسد لا أخلاق له، يعني بغاو يفرقوها عليه حيت ما يصلح لهاش، حيت دائما الأب والأم كيشوفوا مصلحة ولادهم، ولكن هي باش قابلتهم بالحقد والكره والبغض، بغضاتهم وكرهاتهم حيت بغاو مصلحتها. بعد 4 سنين من الجريمة في سنة 2006 تحكم عليهم بالسجن. سوزان ودانييل تحكم عليهم 40 سنة بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد. أما خوه يا ربي خو دانييل كريستيان تحكم عليه ب 38 عام الحبس. ما عرفتش علاش عطاوه 38 بعد نقصوا له عامين،
ولكن يعني هم عارفين يعني الحكم اللي هم صدروا ديك الحكم عليه. من بعد الحكم على سوزان حاولت بزاف أنها تطعن في الحكم وتخفف المدة، ولكن كانت دائما محاولاتها تبوء بالفشل، وكانوا دائما كيرفضوا طلبها. وفي 2011 الغزالات خوها رفع عليها دعوة باش ياخد حصتها في الميراث، ونجح وخداها. المهم خوها عمرو ما مزارها ولا حن فيها، حيت بصح ما حناتش في والديه وما اعتبراتهمش ونسات خيرهم عليها، نسات خير الوالدين اللي ما عمر شي واحد يعوضه. واخا ما نعرفش شنو نديرو، الله يسمح لنا من حق الوالدين يا ربي امين. هكذا يا البنات يا الغزالات يا الفنات، هكذا تنكون وصلنا لنهاية القصة. وتنتمنى من اي واحد ومن اي شاب وشابة سمعت هذه القصة تاخذ منها العبرة وتعتبر منها، وتبعد من أصدقاء السوء اللي نهايتهم معروفة وطريقهم مسدودة. خليوا لي آراءكم في التعليق، وإذا عجبتكم القصة ما تنساوش تشاركوها مع أصدقاء والحباب ديالكم، وتدعموني باللايك في القناة. ونشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.